من ايام الافلام الابيض واسود، واحنا دايما في مشاهد نشوفها اللحمه بقت بقرشين ساغ. مسلسل بتاع البخيل وانا سنه 89 90، مشهد بين فريد شوقي وممثل تاني يقول له ايه ده، معقوله لحمه بقت ب 14 جنيه؟ فطول عمرنا بنشتكي من الغلا. طول عمرنا بنشتكي ان اللحمه غاليه. والله اللحمه غاليه، ما تشتروش لحمه، اشتروا بدلها اشتروا بدلها مشروم، ما تشتروش، مش لازم تاكلوا لحمه، يعني مش لازم تعيشوا كل يوم باللحمه. عايزه اقول لكم ايه، واحد يقول لك ايه، الله يرحم ايام، انا كنت واقفه بشتري خضار، وبياع فاكهه وتاجر تاني بياع سوري خضار، بيغلي علينا الخضار واحنا واقفين عشان المطره مطرت دلوقتي، بيترحم على مبارك لانه كان حاسس بالغلابه، وهو عمال بيرفع علينا الاسعار واحنا واقفين عشان المطره مطرت دلوقتي. فكل مستفيد من الفساد وكل جشع هو اللي بيدافع على حسني مبارك، علشان بس تقول لك ايه، مبارك ايامه، آه ايامه عمل كباري، وايامه خلص مصر من شلل الاطفال، وكان في وباء كبدي وسرطانات ما شاء الله، واطفال شوارع ما شاء الله، وكنا دولة جنبينا في ساعة العبارة 98 لما هو كان قاعد بيسقف للمنتخب في الاستاد، وناس عمالة بتغرق في البحر الأحمر. دولة جارة في الخليج تقول انتوا الخاص عند حكومتكم، انتوا تزوجوا عند حكومتكم تمن تلاجة اديال. ايام ده ايام مبارك. آم، في ايام مبارك لو تفتكروا في البرلمان احمد عز لما وقف قال المصريين اغنياء، ما تشوفوا الزباله بتاعتهم كتيره ازاي، فده اغنياء. ف نفس الناس اللي بتقولك مبارك عمل لنا كباري هم اللي بينتقدوا السيسي عشان الكباري. انا لسه واحد بيقول لي ده عمال يعمل في كباري ويعمل في طرق، ايه لازمتها؟ ما يخلي مصر دوله صناعيه، تروح يعملها صناعيه ازاي يا حبيبي؟ ومش لازم الاول يعمل بنيه تحتيه؟ ولا هتعمل صناعه ازاي؟ مش لازم يكون عندك كهرباء وطرق ومواني بريه ومواني بحريه؟ وعشان كده بيعمل المونوريل وبيعمل القطارات دي كلها علشان التجاره وعشان الصناعه. يعني فكروا شويه. الناس اللي بتترحم على مبارك دي ناس مستفيده من الفساد، ناس اللي بتتقن عملها، ناس اخذت على مبارك، رسخ للرشوه، الرشوه بقت واصله لاصغر موظف في الدوله. مبارك كان رئيس موظف، مصر ملهاش اي وجود، مصر كانت متقزمه في عهد مبارك. تراثنا السينمائي اتسرق بالنيجاتيف في عهد مبارك، ووزير الثقافه كان ساكت رغم ان الصحافه كانت بتصرخ. ادي مبارك. فحسبي الله ونعم الوكيل. و... وكل فاسد هو اللي بيدافع عنه. السيسي رئيسي سنة 2024.